قررت لجنة الانضباط بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم توقيف مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي ل4 مباريات، منهما مباراتين مع وقف التنفيذ. ويأتي قرار لجنة الانضباط بالكاف بعد الاستماع لكل من وليد الركراكي وعميد منتخب الكونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا على خلفية الشجار الذي نشب بينهما عقب نهاية مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية. هذا وسيغيب وليد الركراكي عن دكة احتياط المنتخب المغربي خلال مباراة زامبيا، وكما سيغيب أيضا عن مباراة دور 16 لكأس إفريقيا. وجاء في بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على إثر القرار المجحف الذي اتخذته اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في حق مدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي على خلفية الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره من الكونغو الديمقراطية برسم الجولة الثانية من منافسات كأس إفريقيا لكرة القدم بالكوت ديفوار، المتمثل في إيقافه 4 مباريات 2 منها موقوفة التنفيذ. قررت الجامعة الملكية لكرة القدم استئناف القرار الذي ترى فيه مجانبا للصواب، خاصة وأن الوقائع أظهرت أن وليد الركراكي لم يصدر منه أي تصرف يخل بالروح الرياضية